المقارنات. عمرك سألت نفسك ليه مهما وصلت للنجاح بتحس إن نجاحك ده ناقص؟ أو إن فرحتك قصيرة؟ أو إن قلبك دايما بيتقلب من فرحان فجأة من غير سبب لحزين ومكتئب؟ كل ده بيتلخص في كلمة واحدة بس: المقارنات. إنك بتشوف على الفيسبوك صور ناس سافرت، بتشوف على الانستجرام ناس جابت عربية، بتشوف على التيك توك ناس بترقص ومبسوطة، وبتقف مع نفسك: أنا ليه حزين؟ أنا ليه حياتي ما بتتغيرش؟ ليه حياتي مش زي الناس دي؟ للأسف بتبني حياتك ومعتقداتك وطريقك على إعلان في فيلم حد تاني غير نفسك. أنت بتبص بس من بره لكن مش شايف اللي ورا الكواليس. العالم النفسي ليون فاستنجر صاحب نظرية المقارنات في الحياة الاجتماعية قال إن الإنسان بيحدد قيمته من خلال مقارنته بحياة الناس اللي حواليه. وطبعا ده غلط لأنك بتشوف بس الصورة المفلترة، لكن أنت ما بتشوفش إيه اللي ورا الصورة دي. دكتورة إيلين فوكس بتقول إن دايما اللي بيقارن نفسه وحياته بالناس دايما عايش في قلق واكتئاب، لأنك دايما بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك وانت ما تعرفش الناس دي بادئه منين او ظروفها ايه، انت بس بتقارن نفسك بيهم. مثلا مثال صغير: ابناء الفنانين. حضرتك عاوز تطلع فنان او اعلامي او كذا او كذا، هل انت هتبقى ظروفك زي ظروف ابناء الفنانين دول؟ لا طبعا. انت بتبتدي وليكن من الصفر، هم تقريبا قطعوا نص المشوار لان هم في المجال نفسه وفي مساعده وفي ظروف حياتيه ساعدتهم وهتساعدهم. فانت ما تقارنش نفسك بيهم، لان اول ما هتقارن نفسك بيهم هتحس ان انت ما عملتش حاجه ولا هتعمل حاجه. لكن لما ما تبصش لاي حاجه، تاخد طريقك وتاخد هدفك وتبص قدامك بس وتستغل كل فرصه بتجيلك في سعي وتتقدم من خطوه الصفر دي وتوصل. وان شاء الله بسعيك واجتهادك ربنا سبحانه وتعالى هيأهلك انك توصل. ممكن توصل اسرع منهم وتبقى انجح منهم، بس ما تقارنش نفسك، لان في مقارنتك دي بتهد كل طموح جواك، بتهد قلبك، بتكسر كل حاجه انت كنت محتاج انها تساعدك. مقارنتك في الحياه دي، مقارنتك بالناس دي، خد من وقتك حاجه كانت ممكن تبنيه. اخطر سجن في الدنيا هو سجن المقارنات، لان ملوش جدران. بتقارن نفسك بكل اللي حواليك، بتبص على كل اللي حواليك وبتقارن نفسك بيهم، وانت ما تعرفش ايه حدود الناس دي، او ما تعرفش هم منين وفين ووصلوا لحد فين وتعبوا قد ايه او ما تعبوش وكانت ظروفهم مساعداهم. اوعى تقع في سجن المقارنات، هتهد كل حياتك. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. صدق الله العظيم. ما تتمناش حاجة عند غيرك، احمد ربنا على اللي عندك، لان لو خدت اللي عنده بحلو وبمره هتحمد ربنا قوي على النعمة اللي انت كنت فيها. احنا مش شايفين اللي جوه الناس ايه. هو راكب عربية، عنده فلوس، بس ما تعرفش عنده ايه تاني، ما تعرفش الكواليس فيها ايه. احمد ربنا وما تتمناش اللي عنده، لان ربنا سبحانه وتعالى بيدي لكل واحد على قد مقدرته. انت ربنا ادالك كده عشان مقدرتك مش هتقدر تشيل الوحش بتاعه. انت بتبص للجنب الحلو بس لكن مش شايف الجنب الوحش. ما تقارنش نفسك بحد. مقارنتك لنفسك بحد تاني بتخليك بالظبط زي خيال المآتة اللي واقف يبص على كل اللي حواليه من غير ما يحقق أي حاجة. هتفضل واقف وثابت لأنك بتتفرج وليس شخص تأخذ خطوات صحيحة عشان تتحرك وتتقدم بيها لقدام، عشان توصل لحاجة أنت نفسك فيها، لطريق النجاح، التقدم، الرقي، طريق القمة. لازم تاخد خطوات، ما توقفش تتفرج على حد، ما تشوفش حد، شوف نفسك بس، قارن نفسك بنفسك. قارن امبارح بالنهارده والنهارده ببكره. انت طورت في نفسك ايه؟ وصلت لحد فين؟ ومحتاج لسه. مش انك تمتلك كل شيء. الرضا انك تستغنى عن كل شيء واللي يجيلك تقول الحمد لله وتكون راضي بيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. ارضى بالمقسوم لك وافرح بيه، هتلاقي حياتك أجمل حياة، هتعيش زي الملوك. كن ملك بما قسمه الله لك. طب ازاي نفسي ان انا اقلل مقارناتي بالناس لو انا عندي مشكلة المقارنة؟ اول حاجة، خليك واعي ان انت بتقارن نفسك بالناس. خلي عندك معرفة: انا بقارن نفسي بالناس. طيب، تاني حاجة، بدل افكارك.
سلبي لإيجابي. بدل ما تقول هو عنده إيه، قول أنا عندي إيه واحمد ربنا عليه. تالت حاجة، نعم ربنا عليك. كل يوم اقعد وافتكر أنا بشوف، أنا بسمع، أنا بحس. عدد نعم ربنا واكتبها واقعد فكر فيها. في ناس، في أعمى مبيشوفش، أنا الحمد لله بشوف. في أخرس ما بيتكلمش، أنا بتكلم. في ما لا قدر الله عنده جلطة مفيش، بيحسش، مقدرش يتحرك، مقدرش يعمل حاجة، مقدرش يطور نفسه. لا، ربنا سبحانه وتعالى مديني النعمة دي فالحمد لله. رابع حاجة، قارن نفسك بنفسك. يعني ايه قارن نفسك بنفسك؟ يعني ما ابصش لحد، انا ابص لنفسي بس، انا النهارده فين وبكره فين وبعده فين وكمان شويه هكون فين وكمان سنه هبقى فين. هل انا خدت الخطوات الحقيقيه اللي تاهلني ان امبارح اهلتني النهارده ان اكون احسن النهارده في مكان كويس وبكره هتاهلني لمكان تاني؟ اقعد اكتب كل يوم هدف وحطه قدامك، واخر اليوم تعالى انا حققت كام في المية من الهدف ده. طب بكره ليا هدف تاني. ما تسيبش نفسك عايش وخلاص، عيش باهداف. قارن امبارح بالنهارده، قارن نفسك امبارح انا كنت ازاي، النهارده ازاي، بكره ازاي. مقارنتك بنفسك هتفرق معاك قوي. هتعيش حياه فيها نجاح لنفسك. ما تبصش على كل اللي حواليك، كل اللي حواليك لا يعنوا لك شيء، نجاحهم او فشلهم مش هيأثر في حياتك حاجه. اللي هيأثر في حياتك هو نفسك، هو تطويرك لنفسك وتطويرك لذاتك. انت رحت فين، وصلت لفين، وبقيت ازاي، وبقى شكلك عامل ازاي. قلل 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 السوشيال ميديا اللي بتخليك دايما شايف كل الناس اجمل منك، شايف الصور المتفلتره ومعمول لها حاجات كتير قوي عشان توصلك بالصوره دي وتخليك تقارن نفسك بيه. قلل السوشيال ميديا، لان هي اللي بتخليك ترجع بظهرك، هي اللي بتخليك تقارن وبتشوف كل حاجه. دلوقتي بقت كل الناس منفتحه على بعضها، البيوت كلها بقت جوه بعضها، الناس بتصور شقق وبيوت وعمارات ولبس وعربيات وانت ما تعرفش هل فعلا دول عندهم ولا لا. اللي ورا الكواليس احنا ما بنشوفوش. فما نقارنش نفسنا بسطحيه تهد نفسنا. احنا محتاجين كل دقيقه نبني نفسنا فيها، محتاجين كل ثانيه بنقارن نفسنا بناس تانية عشان احنا نبني نفسنا. ما تقعش في فخ المقارنات، ما تقعش في فخ السوشيال ميديا. المقارنات دي مش هتنتهي، لكن قرارك هو اللي هيحررك من سجن المقارنات، هو اللي هيحررك من عبودية تتبع الناس. الرضا مش انك تقارن نفسك بالناس اللي حواليك، الرضا انك تقارن نفسك بنفسك. قارن نفسك بنفسك، هتعرف انت فين، وهتعرف انت قوتك ايه، وهتعرف انت تقدر تعمل ايه. وساعتها هتعرف انك تقدر تعمل كل حاجة، بس محتاج انك تعرف قيمة نفسك بجد.